السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده باذن الله عندنا روتين كده زي ما انتوا شايفين، النيش ملان ترابه. ده مش تقصير مني والله يا بنات، ده سبب ان احنا يعني كقرى عندنا حصاد القمح كان الايام اللي فاتت ديت، وما زال في ناس لسه بتحصد. فعايزه اقول لكم كل البيوت كلها بتبقى ملانه غباره من الغباره ديت اللي هي غباره حصاد القمح. بس دايما بنقول الحمد لله، ده يعني حصاد خير ان شاء الله وموسم خير باذن الله. وربنا يا رب ايه يكتر الخير عندنا جميعا يا رب. يلا نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها فضلا وليس أمرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود. وإن شاء الله بإذن الله أنا متأكدة عيلتنا هتكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود بأمر الله. وما تنسينيش في اللايك، ودمتم مشكورين يا أهل الكرم والجود. بصوا مبدئيا زي ما انتوا شايفين، يعني هنغير برضو رصة الكوبايات او الكاسات، يعني النيش هنغير الرصة بتاعته حلوة جدا هتعجبكم لو انتي عروسة او بنتك عروسة او اختك عروسة. وان شاء الله باذن الله قرب فرحها وحبيتي تغيري لها، ان شاء الله هتعجبك الرصة اللي انا هرص فيها بيها النيش ديت، حلوة جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. بصوا طلعت جبت طبق كبير عندي بلاستيك، وطلعت وحطيت فيه ميه وشويه بريل صغيرين، هي غباره مفيش حاجه يعني، كله نضيف ما شاء الله. واحنا زي ما احنا عارفين حاجه النيش ديت مش بتطلع كتير، وانا عن نفسي الحمد لله رب العالمين محافظه على حاجه المطبخ، يعني حاجه المطبخ حلوه وجديده، فما بستعينش كتير بالحاجات الموجوده في النيش. عايزه انصح البنات نصيحه، انا النيش بتاعي من النيش الكبير اللي هو بتاع زمان بقى، اللي هو ايه، يا النيش يا ما اتجوزش، هو دوت اللي يعني اللي كان ايامي. لكن دلوقتي في بنات ناصحه وشاطره، والبنات دلوقتي غيرت تفكيرها، اللي هو دلوقتي النيش بيبقى حاجه بسيطه، بتبقى فيه حاجات بسيطه خالص اللي هي ايه، وكمان اغلبيتها بيبقى اللي هي انتيكات والكلام ده. ففعلا هو ده الصح، يعني انا والله من اقتناعي ان النيش دوت ملهوش لازمه. يعني ما دام انت عندك حاجتك في المطبخ وانتي بتحافظي على حاجتك خلاص. لكن النيش اللي هو بتاع زمان دوت اللي هو الكبير 3 ضلف والكلام ده هدة حيل والله على الفاضي يا بنات. يعني انا بنصح كل عروسة هتتجوز او مخطوبة ان مش ما تعلقيش او ما تدققيش على حكاية ان انا يبقى عندي نيش ولازم يبقى عندي نيش كبير والكلام ده، لا والله. دلوقتي النيش بيبقى ضلفة واحدة كده، بتبقى في حاجات انتيكات حلوة كده وخلاص على كده. والمواعين اللي هو الباقي اللي في المطبخ تمام زي الفل هيسد، ومادام محافظة على حاجتك خلاص والله. ما يعني عايزة اقولك مادام حافظت على حاجتك هتفضل معاكي حلوة وتشرفك وتطلعي منها في بيتك قدام حد، ضيوف اي حد، يعني حلوة ما فيهاش اي حاجة. بصوا هنا زي ما قلت لكم، جبت طبق وحطيت فيه شويه بريل، هو كل حاجه نظيفه ومفيش غير الغباره البسيطه اللي انتوا شفتوها ديت، او هي مش غباره بسيطه، هم كانوا شويه غبار كتار يعني. ونضفت النيش، عايزه اقول له وبعد كده اهو غسلت كل الكاسات ديت وكفتها على السفره. وبعد كده مسكت النيش، المفارش ديت ما خدتش معايا دقايق، يعني في ثواني بتنشف، لان زي ما انتوا عارفين خفيفه خالص طل، يعني مش حاجه. نشفت معايا بسرعة جدا، على بال ما أنا غسلتها، على بال ما أنا يعني لمعت النيش بقى. وفي الأول شلت الترابة، ما رشتش أنا حاطة في الإزازة ديت خل ومية بس، ما فيش حاجة تانية. إيه بس حطيت رشيت بعد ما شلت الترابة بقماشها ناشفة ما فيهاش أي مية، عشان الترابة بقى ما تعملش معايا الإزاز وتشبر وتبوظ الدنيا. بس كده. وبعد كده رشيت رشة من البخاخ اللي عندي، خلي زي الفل معقم وبيخلي الحاجة بتزيق في ايدك زيي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني كانوا نشفوا على بال ما نضفت النيش والكلام ده، كانوا نشفوا. بصوا الكوبايات والكاسات بقى، الحاجات اللي انا مش مستخدماها. عايزه اقول لكم ان الحاجه اللي زي كده عادي، مش لازم اللي هو ايه انا هاخد يوم من اوله ولازم اعمل النيش كله والكلام ده كله، لا. ممكن تعملي لو كمان لو في المطبخ مش لازم نيش خالص يعني. وكمان لو في المطبخ ممكن تاخدي ضلفة ضلفة. انا النهاردة اخدت الضلفة ديت، يعني اكتر ضلفة تخوفك، وخصوصا الحاجات ديت. بصوا ما شاء الله الرصة حلوة جدا، حلوة خالص خالص. وفي الحقيقة احلى والله يا بنات، يعني ما تفتحي ضلفة النيش كده بتبقى احلى، لان عينك بتبقى جايبة
الرصة كلها، لكن في التصوير الحاجة بتبقى محدودة برضو، يعني مش بتبقى زي ما ايه، زي ما هي في الحقيقة. بس وخلاص خلصت الحمد لله رب العالمين ورصيتها. لا يعني انا لسه في ضلفتين تاني هعملهم ان شاء الله، بس ايه، انا بعمل ضلفة ضلفة علشان خاطر ده حاجات كتيرة وازاز كلها، وممكن الحاجة تتكسر مني لا قدر الله. فايه، فاجي في يومي بعد ما اخلص الغدا والكلام ده كله وما وريش حاجة، باجي مطلع الضلفة وغاسلة الكاسات او الاطباق زي ما شفتوا معايا كده، وارصهم او كفيهم ينشفوا، وبعد كده انضف الضلفة والمفارش كل واحدة واحدة بيخلص. ومش تضغطي نفسك واللي هو لا لازم اخلصه النهاردة، او المطبخ كمان، المطبخ برضو ممكن تاخدي المطبخ واحدة واحدة. رغيت معاكم معلش، بس انا حابة ايه اوصل لكم المعلومة، زي يعني احاول ان انا ايه انصحك تخففي عن نفسك، ما تتعبيش نفسك في اللي هو لازم اخلص الحاجة النهاردة. لا، خدي الحاجة واحدة واحدة وما تتعبيش نفسك، وان شاء الله باذن الله كل حاجة هتخلص مادام استعنتي بالله وقلتي يا رب، ربنا ان شاء الله باذن الله هيعينك ويوفقك ويصلح لك الحال يا رب. بص انا بقى قلت اروح ادخل بقى على المطبخ اعمل حاجة حلوة، الولاد عايزين حاجة حلوة، هعمل كيكة. قلت لا، كنت لسه عاملاها، خلاص تعالوا نعمل شوية ايه، كاستر حلو جدا. ومن لما عملته لقيت الولاد اكلوه، في الاول ما كانوش بياكلوه بصراحة، لكن دلوقتي سبحان مغير الاحوال غيروا وبقوا بياكلوه، فقلت طب تمام كويس. عندي كيلو لبن وديت، وحطيته بقى حلي السكر اللي يناسبك، لو انت مش عايزه تحطي سكر خالص تمام، يعني مش بتحبي السكريات، حطي. حليت اللبن وحطيته على النار، اول ما بدأ يسخن معايا عندي كوباية مليتها مية وحطيت فيها الكاستر بتاعي ودوبتها زي ما انتوا شايفين، وحطيتها وضفتها على اللبن. بصوا ممكن تستبدلوا الكاستر بجيلي ايه، ممكن تستبدلوا الكاستر بنشا. اصلا انا عملت قبل كده، اللي ما شافش فيديو الكاستر والجيلي، روعة روعة، كانوا الاتنين حلوين جدا على بعض وطعمهم زي العسل، ومختلفين في الشكل كده، وهم في الكاسات بتاعتهم او في الاطباق كان شكلهم حلو خالص. الكاستر والجيلي على بعض كانوا روعة، ويا سلام لو ضفتي على الوش كده طبقة كريمة، حاجة حلوة والله، ويعني ومغذية للاولاد ومفيدة جدا، وفي نفس الوقت ايه شكلها حلو جدا وشيك خالص. بص عندي هنا بقى بدأت خلاص خد القوام ده معايا، هو لسه هيتقل تاني كمان لما يتحط في التلاجة. بصوا بقى، مين فاكر الايام الحلوة ديت لما كانوا امهاتنا ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب يعملوا لنا بس في الاول ما كانش الكاستر، كان اللي هو النشا، اللي هي المهلبية. كانت التلاجة تبقى رف التلاجة كده، رفين التلاجة الأولانيين كانوا يبقوا مليانين أطباق مهلبية، أطباق بقى كبيرة بقى. كان زمان العيال كانت بتاكل، كنا بناكل زمان، دلوقتي أولادنا ما بياكلوش، مش عارفة ليه. يا ربنا يصلح حالنا يا رب، ويرزقنا ويبارك لنا في أولادنا، ويرزق يا رب يا رب يا رب، يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. وهنا غرفت أو صبيت الكاستر بتاعي، مصممة على الجيلي مش عارفة ليه. صبيت الكاستر بتاعي ما شاء الله، عملت كمية حلوة اهي، هحطها بقى في التلاجة يسحبوا منها براحتهم. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.